أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. بداية، شرف لي أن أكون ضيفا على أخي الحبيب نور الدين المالكي، وقد آثرنا في هذه السلسلة من الحلقات أن ندير نقاشا وأن يحتدم هذا النقاش، وأن نقدم لكم حلقات ساخنة بإذن الله تعالى، لأن الموضوع يستحق. فهذا الموضوع هو تأسيس لعقائد الشيعة، نبين لكم ضلال هذه العقيدة التي أسست على أسس باطلة بأدلة باطلة نفندها ونناقشها بإذن الله تعالى. ولكن دعوني أقرر في البداية وأكرر في البداية أن هدفنا ليس أن نفضح، ولكن كما بينا سلفا وكما قلنا دوما، هدفنا أن نوضح لإخواننا من أهل السنة، وأن نبين أيضا للشيعة هذه العقيدة علهم يعودون، علهم يهتدون. في البداية كل التحية أهديها لك لأخي الحبيب نور الدين المالكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسمح لي أن أكون ضيفا ودائما يعني بالعكس، يعني أنت صاحب البيت وإحنا ضيوف عندك إن شاء الله. بارك الله فيكم. ودعنا نتحدث في عقيدة الإمامية الاثني عشرية. ولعلكم بينتم في حلقات ماضية أن الإمامية هي نطاق واسع، وأن الاثني عشرية هي جزء من هذا النطاق، فلذلك نقول الإمامية الاثني عشرية. كيف بدأت؟ متى بدأت؟ ما هي حكاية الإمامية الاثني عشرية؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته ومن والاه. في البداية أنا من يتشرف أستاذ أسامة أن تكون مقدم البرنامج. أنا صراحة يعلم الله أني فرحت لما سمعت بهذا الموضوع. موضوعنا هو عن ظهور الشيعة الإمامية الاثني عشرية. نعم. الشيعة تضم عدة فرق. نعم. الإمامية أقل منها، تضم فرق، أيضا تضم عدة فرق. الاثنى عشرية فرقة من فرق الإمامية. جميل. هذه الفرقة إلى غاية سنة 260 للهجرة لم يكن هناك شيء اسمه اثنى عشرية، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة أنه لا رواة الحديث كانوا يعلمون بذلك، ولا الأئمة علموا بذلك، ولا أهل البيت، حتى أهل البيت لم يعلموا بذلك. الأئمة لم يكونوا يعلموا بذلك، ولا الأئمة، مع أنهم يعلمون الغيب. نعم، مع أنهم يعلمون الغيب. وقد ذكرنا على سبيل المثال الإمام السادس جعفر الصادق طلب من ابنه موسى الكاظم، هو إمام الإمامية الاثنى عشرية، هو الإمام السابع عند الاثنى عشرية. وطلب من ابنه الثاني وهو عبد الله، وهو إمام الفطحية. طلب منهما أن ينصر محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، والملقب بذي النفس الزكية في ثورته على أبو جعفر المنصور الدوانقي. الآن هذا يدل على أنه جعفر الصادق لم يكن يعلم لا أنه إمام ولا أن ابنه إمام. لذلك أن الإمام السابع بايع شخص ليس بإمام. بل دعني أسألك، إلى من آلت الإمامة من هذين الابنين؟ آلت إلى عبد الله ثم إلى الحسن. في موضوع يعني موضوع عجيب وغريب. نعم، يعني هي كانت قصة واسعة. كانت قصة. نحن نذكرها على عجالة. قيل كما يذكر الكشي في رجاله أن الإمام السابع موسى الكاظم أتى للإمام السادس وهو جعفر الصادق وطلب منه يعني أن قال له، يعني الوالد جعفر قال لابنه موسى رضي الله عنهما، قال له إن أخاك عبد الله سيجلس مجلسي هذا فلا تنازعه. طيب، هذا قول يعني على هذا القول نتوقف. إذا آلت الإمامة إلى عبد الله فإذا هو واحد من الأئمة. نعم، واحد من الأئمة في الترتيب.
يعني لكن حينما نعدد الأئمة الاثني عشر هو ليس فيهم. لا بل فيهم عبد الله. نعم عبد الله. عند من؟ عند أغلب رواة الإمامية كانوا فطحية. نعم. على سبيل المثال عبد الله بن بكير كان فطحي. الجواليقي نعم. كان حائر. عندك أيضا أغلب رواة الإمامية الاثنى عشرية، أغلب رواة الإمامية كانوا فطحية. نعم. كثير منهم. نبقى في نعم. موضوع جعفر الصادق. نعم. السؤال الذي يطرح أنه إمام قال لابنه الإمام السادس قال للسابع لا تنازع أخاك فإنه سيجلس مجلسي، وصح جلس 70 يوم ثم مات. نعم. وهذه أكيد هذه الرواية أكيد من اختراع الذين ساقوا الإمامة في موسى الكاظم. نعم. لأنه الثانيين يقول لك أنه لم يمت وأنه هو المهدي. الآن السؤال الذي يطرح إمام سادس طلب من سابع ألا ينازع أخاه، وتوفي بعد 70 يوم. في فترة هذه 70 يوم شخص توفي في فترة هذه 70 يوم يموت على حق أو على ضلال؟ تفضل. يعني نعم. يعني على حسب فهمك. على حسب فهمي في هذه الحالة مات على ضلال. مات على ضلال. نعم. طيب جميل جدا. مات على ضلال. ما هو سبب ضلاله؟ لأنه لم يعترف بالإمامة لإمام زمانه. صح، لم يعترف بإمام زمانه. صح جميل نعم. جدا. سبب الضلال من هو؟ هو الإمام السادس. نعم، هو الإمام السادس. يعني لو قلنا وهذا ما كنت أسألك بصدده. آلت الإمامة من الإمام السادس إلى الإمام السابع، وعبد الله جلس 70 يوما ثم رحل. نعم. نعم. يعني الآن حتى لو كانت إجابتك نعم. الآن أنت قلت أنه كان على ضلال، حتى لو قلت أنه على حق، ماذا يستلزم أنه على حق؟ يستلزم أن عقيدة الاثنى عشرية باطلة. نعم. نعم. رجوعا إلى سؤالك الأول، وهو أنه لغاية سنة 260 للهجرة لم يكن هناك يعلم اثنى عشرية. كان هناك إمامية صح، لكن اثنى عشرية لا. سنة 260 للهجرة الحسن العسكري مات دون أن يعلم له ولد، ولا واحد كان يعرف له ولد. وقال الإمامية آنذاك فاختلفوا فيما بينهم. هناك من قال أن الإمام بعده أخوه جعفر، وهناك من قال أنه هو الإمام المهدي وسيرجع آخر الزمان. اختلفوا اختلاف شديد. من بين هؤلاء شذت فرقة واحدة عن فرق الإمامية وقالت أن الحسن العسكري له ولد، وأن هذا الولد توفي ولد قبل 5 سنوات من وفاة أبيه، يعني 255 للهجرة. الذين قالوا بهذا الولد هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. نعم. فهذه نشأتهم. هم الاثنى عشرية نسبة إلى 12 إماما. نعم. معصوما. نعم. أقروا لهم بالإمامة. نعم. أولهم علي آخرهم المهدي. نعم. الآن بعد ظهور هذا يعني بعد القول بهذا الولد ظهرت هناك فرقتين، أو هناك يعني اتجاهين، فرقتين، جماعتين متكاملتين فيما بعضهما البعض. يعني هناك تكامل فيما بينهم، يعني واحدة تكمل الثانية. نعم. الفرقة الأولى كانت موجهة، أو يعني الجماعة الأولى كانت موجهة لعوام الناس. نعم. الفرقة الثانية كانت موجهة للعلماء وطلبة العلم والمشايخ وغير ذلك. هاتين الفرقتين كان هدفهما إنقاذ هذا الفكر الجديد هذه العقيدة الجديدة من الاندثار. ما هي هذه وما هي هذه؟ أولا كان عندك السفراء الأربعة. نعم. كانوا يمنون الناس أنه محمد بن الحسن العسكري سيخرج. نعم. غيبة صغرى وسيعود. نعم. غيبة صغرى وسيعود فترة نعم. بسيطة. نعم. كان أول سفير هو عثمان بن سعيد العمري، مات. ثم ابنه محمد. نعم. مات. ثم الحسين بن روح النبختي مات. ثم علي بن محمد السيمري عند وفاته سنة 329 للهجرة قال أن المهدي يعني أنها نهاية الغيبة الصغرى، وأن المهدي لن يرى، ودخل في غيبة كبرى. نعم. طيب هذا بالنسبة للاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو اتجاه العلماء. هؤلاء العلماء الذين أسسوا لهذا الدين ألفوا كتبا لنصرة عقائد الإمامية الاثنى عشرية. كتب. نعم. نعم. إذن دعنا نتحدث عن أهم هؤلاء العلماء الذين أسسوا لهذا المذهب. أهم يعني هؤلاء يعني هم كانوا كثر، يعني الذين عاصروا الغيبة الصغرى. نحن دائما نقول الغيبة الصغرى من سنة 260 إلى 329، يعني وفاة الحسن العسكري إلى وفاة السفير الرابع. هل انتهت هذه الغيبة الصغرى؟ نعم انتهت 329، والآن غيبة كبرى. هي امتدت. هي لم تنتهي، وإلا لو انتهت لظهر.
لا 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 لا، يعني هي ما هو الفرق بين الغيبة الصغرى والكبرى؟ نعم نفرق. طيب نفرق. رغم أنه سيكون موضوع دسم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لكن في الحلقات القادمة، لكن إن شاء الله حتى يعي إخواننا يعني الفرق بين الغيبة الكبرى والصغرى. الغيبة الصغرى المهدي كان له سفراء حسب ادعائهم أكيد، يتصل بهم مع الناس. أما الغيبة الكبرى لا سفراء له فيها. هذا هو الفرق بين الصغرى والكبرى. فكيف يتصل مع الناس؟ لا يتصل معهم حتى يخرج. ولكنه يخرج الآن. يعني آخر ما أشيع أنه كان يركض في الأسبوع قبل الماضي مع لا، هم يعني عندهم خرافات. لكن شوف، نحن دائما عندما نركز يعني حتى هذه الأمور ليست فيها عقيدة منضبطة نستطيع أن نمسك رأسها من ذيلها يعني. صحيح، ما فيها عقيدة منضبطة. ضف إلى هذا أنه هذه الأمور يعني صراحة من الناحية العلمية الأكاديمية لا يؤخذ بها. أنه يعني الناس قال رأى هنا ورأى هنا. لماذا؟ لأنه حتى لو فرضا يعني هذا يعني الأمور يعني يقولها شخص، وهذا الشخص ممكن يرد قوله، لكن يعني لا يمكن أن يردوا يعني قولهم بالغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وغير ذلك. فهي حجة على الجميع. بينما يعني القول أنه كان يركض وأنه خارج وغير ذلك هذا حجة فقط على من قال ذلك، وممكن يأتي عالم ثاني يقول هذا إنسان مخرف وانتهى الموضوع. نعم. إذن الغيبة الصغرى، نعم، هذه الغيبة كان فيها علماء. نعم. أشارهم علي بن إبراهيم القمي، أو من بين أشار نقول من بينهم علي بن إبراهيم القمي، صاحب التفسير، تفسير القمي. نعم، صاحب تفسير القمي، هذا هو الكتاب. أيضا توفي سنة 329 للهجرة. أيضا محمد بن يعقوب الكليني صاحب كتاب الكافي في نفس السنة، وهو تلميذ الرجل، توفي في نفس السنة تقريبا. وأيضا علي بن الحسين بن موسى بن البباوي القمي، وهو ولد الصدوق، صاحب كتاب الإمامة والتبصرة، أيضا 329. لو تلاحظ أنه المدار كله على سنة 329. نعم. الأول يعني هناك ثلاثة من علمائهم، إضافة إلى علي بن محمد السيمري، إضافة إلى أنه 329 هي نهاية الغيبة الصغرى بداية الغيبة الكبرى، يعني بين سنتين 28 29 329 328. إذن هؤلاء العلماء أسسوا لهذا الدين. نعم، أسسوا هذا الدين، وأسسوا هذا الدين على قواعد. نعم. أو اعتمدوا على أدلة. فأنا أريد أن أتعرف، ويريد المشاهد الآن أن يتعرف على أهم القواعد وأهم الأدلة التي بنوا عليها هذا الدين والذي نستطيع أن نناقشهم فيه. طيب، بالنسبة لأدلتهم فأدلتهم تنقسم إلى عدة انقسامات. نعم. أولا أدلة عقلية، أدلة عقلية فلسفية. نعم. لكن الآن سنقسم ثم نرجع لهذا الدليل لأن ندخل في جزئية بسيطة فقط. نعم. أدلة عقلية فلسفية، أدلة نقلية. نعم. بالنسبة للأدلة النقلية تنقسم لأدلتين، النوعين. أدلة. أعتذر. نعم. يعني أستوقفك قليلا، وربما يسأل أحد مشاهدينا الآن. نعم. أنا أتحدث بلسانهم. يعني من أين يؤخذ الدين؟ هل يؤخذ الدين بالعقل أم بالنقل؟ طيب، واضح لك شيء. هو هناك كتاب عظيم لشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه، اسمه درء تعارض العقل والنقل. نعم. من أروع الكتب التي لا نقول أن التي كتبها مسلمين وغير مسلمين، التي كتبت أصلا من أروع الكتب التي أنصح المشاهدين الكرام بقراءتها. كتاب مستوى عالي جدا، والطريقة التي كتب بها شيخ الإسلام ابن تيمية سلسة روعة. درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل. نعم. بالنسبة للأدلة العقلية، عندما قلت أن الأدلة العقلية الفلسفية، هذه الأدلة هي أصلا ليست أدلة، بل هي تخيلات، وقالوا أنها أدلة. يعني كيف؟ بما أنك سألت، أنا لم أدخل في تفاصيل، لكن بما أنك سألت يعني سؤال كان وجه. نعم. الذين قالوا بالأدلة العقلية ليسوا هؤلاء، ليسوا علماء الغيبة الصغرى، لا، بل من أتى بعدهم. نعم. ولا حتى من أتى بعدهم مباشرة، ولا حتى تلاميذهم، بل تلاميذ تلاميذهم. نعم. فعلى سبيل المثال تلاميذ هؤلاء علي النعماني لم يقل بذلك، الصدوق لم يقل بذلك، أتى بعد ذلك المفيد. نعم. قالوا بالأدلة العقلية لأنه آنذاك كان مذهب الاعتزال كان مذهب قوي. فهم لما نظروا من ناحية الأدلة وغير ذلك رأوا أن مذهب الاعتزال مذهب قوي، ومذهب الإمامي كان ضعيف جدا. على آنذاك كان القاضي عبد الجبار المعتزلي كان له ردود قوية جدا على الإمامية. وأنكر المهدي، يعني كهو معاصر لتلك الفترة، وأنكر المهدي، ثم رد عليه في كتابه المغني، ثم رد عليه الشريف المرتضى. نعم. في كل الأحوال أنهم هذه الأدلة لا يمكن أن نقول أنها أدلة عقلية، بل هي أدلة
يعني هي أدلة أصلا نقلية، لكن حاولوا أن يصيغوها بصيغة عقلية، سنأتي لها في آخر إن شاء الله. لكن أول يعني بما أنك سألت، أول من قال بالدليل العقلي حسب يعني متابعتي لكتب الإمامية كان المفيد. والسؤال الذي يطرح قبل المفيد ألم يكن يعلم، أن تقولون أنه دليل عقلي، قبل المفيد ألم يكن يعلم هذا الدليل؟ طيب، والمفيد متوفى سنة 320. أسف يعني لا ننتقل إلى النقلية. نعم. الأدلة النقلية. الأدلة النقلية كنت سأنتقل لها، الله يبارك فيك. بالنسبة للأدلة النقلية تنقسم أيضا لقسمين. نعم. أدلة من القرآن الكريم، أدلة من السنة النبوية. بالنسبة للأدلة من السنة النبوية، يعني نحن نقول من السنة النبوية نعم. يعني صحيحة وسقيمها، يعني التي تصح والتي لا تصح، التي تنسب للنبي، ثم بعد ذلك يأتي دور التمحيص. نعم. التي تنسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هناك نوعين: أدلة من كتب وطرق وأحاديث علماء السنة والجماعة، أدلة من طرق وكتب وأحاديث الإمامية الاثنى عشرية. تنسب إلى النبي أيضا. نعم، تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. التي في كتب في كتب الشيعة، هاي الكتب. نعم. أيضا وبالنسبة لكتب السنة والجماعة الأدلة التي يستدلون بها هي على نوعين من كتبنا، هي على نوعين: إما أدلة لا تصح، نعم، فلا نناقشها، أو أنها أدلة تصح لكنها يحملونها ما لا تحتمل. طيب الآن يعني أيضا بالنسبة لأدلة الإمامية، يعني قبل أن ننتقل من هنا، لا ننتقل، جزئية بسيطة جدا. أشرت إلى أنهم يعتمدون أيضا على كتب أهل السنة. نعم. يعني من باب أولى أن يعتمدوا على كتبهم هم، فلماذا اعتمدوا على الأحاديث الواردة في كتب أهل السنة؟ طيب أنا بدوري أسألك سؤال. تفضل. لماذا النصارى يعتمدون على كتب اليهود؟ لأنهم أسبق. جميل جدا. وهم يعتمدون على كتبنا لأن أسبق منهم. طيب. إجابة واضحة. يعني كان هناك أهل السنة. نعم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان هناك، لم يكن هناك شيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك شيعة، فما بالك إمامية، فما بالك 12. طيب خلينا نقول بقى سؤال. نعم. وهو سؤال كبير جدا. نعم. إذا لماذا لم يقروا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو عين السنة. لا، المشكلة أخي الكريم هو في عوام الإمامية الاثنى عشرية لا يعلمون أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه شيعة. فما بالك إمامية؟ تعرف ما معنى إمامية؟ أولا الشيعة هم الذين شاعوا علي بن أبي طالب، يعني الآن تعريفات ثم نسقطها على الواقع. نعم. نبدأ بالتعريفات ثم نسقطها. نعم. الشيعة هم الذين شاعوا علي بن أبي طالب على وجه الخصوص، خاصة في الفتنة. نعم. أثناء عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء اسمه شيعة، لا يوجد شيعة علي بن أبي طالب. الإمامية هم القائلون بالنص الجلي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أنا ذاك لم يكن هناك من قال لا بالنص الجلي ولا بالنص الخفي، ولا أصلا هناك نص. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الاثنى عشر الذي ذكرناها الآن، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك لا شيعة ولا إمامية ولا اثنى عشرية، بل أنه الإمامية هي نتيجة من نتائج تطور التشيع، والاثنى عشرية هي نتيجة من نتائج تطور الإمامية. نعم. يعني أنا لا أعتبره تطور للمذهب، ولكنه تطور للمغالاة وحتى في المذهب. نعم. تأقلم مع الواقع. يعني إمام يفعل كذا، قال لا هذا ليس إمام، ليس بمعصوم، نحيه من القائمة، جيب واحد ثاني حطه. نعم. بسيطة جدا. بالنسبة لأدلتك، يعني قلنا بارك الله فيكم أن عقيدة السنة، يعني بالنسبة لسؤالك لماذا اعتمدوا على كتبنا، لأننا أسبق. والدليل أننا لا نعتمد على شيء من كتبهم وهم يعتمدون على كتبنا. نعم. في هذا السياق أتذكر سؤال لأحد علمائهم، آية الله فلان الفلاني، قال على قناة فضائية، ده معاصر بقى، لا معاصر يعني قبل معاصر، وقال نعم. هذا الكلام قبل تقريبا كذا شهر، شهرين، 3 أشهر، 4 أشهر. ماذا قال؟ اسمع التحدي. يقول: من الصحابة أيها المسلمون في كل العالم الإسلامي، من علماء وغير علماء، من محققين ومن كتاب ومن أكاديميين ومن كل الأصناف والطبقات والمستويات، أتحداكم، اسمع التحدي، هذا تحدي، أتحداكم أن تأتوا برواية واحدة، لا أعطيكم مهلة أسبوع ولا شهر ولا سنة، بل خذوا ما شئتم من الزمن، رواية واحدة صحيحة سند متفق عليها بين علماء المسلمين، وردت في صحابي غير عالي. أنا أفهم علماء المسلمين يعني أهل السنة. لا، هو يعني يقصد نحن وهم. نعم. نحن الآن نجيب. الجواب: أولا أن التحدي حتى تتحدى شخص
في أمر يكون يقره، أمر يدعيه، هذا أمر، أو تتحداه في أمر ثابت عليه وهو ينفيه. لكن أن تتخيل أوهام وتتحدى عليها سفاهة. هذا الأول. ثانيا، من قال لهذا الشخص أننا نأخذ فضائل الصحابة من كتبهم ومن طرقهم ومن علمائهم؟ عندنا ما يكفي. عندنا ما يكفي. نعم. ثالثا، في قولهم رواية واحدة صحيحة السند متفق عليها بين علماء المسلمين، هو يقصد علماء السنة والجماعة علماء الاثنى عشرية. نقول من قال لك أنكم داخلون معنا أصلا في الإجماع؟ من قال لهذا للشخص؟ شوف يعني هذا ضحك على الذقون. نعم، يعني استخفاف بعقول المشاهدين. أنا أريد أن أقف عند كلمة متصلة السند هذه. نعم. هل عند الشيعة هذا العلم؟ أجب، لكن في الحلقة القادمة. طيب. لأن يعني إذن علم الحديث رواية ودراية والسند والإسناد، ولذلك نحن دائما نقول نحن مع الدليل. نعم. وولايتنا هي ولاية الدليل ليست ولاية الفقيه. نعم. وكنا نستند دائما على هذه المقولات الرائقة لأهل السنة، أن الإسناد من الدين، ومن لا إسناد له لا دين له. نعم، الإسناد نعم. قال ذاك ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال هذا نعم. ابن المبارك رحمه الله. نعم. الآن قلنا يعني الجواب الثاني أنه في قوله رواية واحدة صحيحة الإسناد متفق عليه بين علماء المسلمين، أي علماء السنة وعلمائهم. نعم. نحن نقول أنه أول شيء أنتم لستم داخلين معنا في الإجماع، يعني مع احترامنا لكم مريحوا في مكانكم راكم ملاح، لستم داخلين معنا في الإجماع. أيضا نقول أنه يعني هذا من السفاهة والحماقة أن يأتي شخص ويقول أتحداكم. يعني شوف اسمع لي، شوف ماذا يقول أتحداك، على سبيل المثال تفسير القمي، أتحداك أن تثبت فضائل الصحابة من تفسير القمي. والله يعني صراحة يعني هذا البني آدم على أساس آية الله، يعني عنده آية الله، يعني درس أقل شيء 35 سنة في الحوزة العلمية، درس وكان يدرس والآن يدرس المنطق وغير ذلك، ويتحدى هذا التحدي السخيف. يعني من باب أولى تعالى إلى كتبنا. لا أخي الحبيب، يعني التحدي يعني منهجيا بغض النظر أنك سني شيعي، بغض النظر منهجيا علميا هذا ليس من البحث العلمي. لماذا؟ لأن التحدي يكون في شيء ندعيه، نحن لا ندعي أصلا كتبكم أصلا ما نسمع بها حتى تتحدانا فيها. ثم بارك الله فيك لو تلاحظ أن هذا إقرار منه أن عقيدتنا أسبق من عقيدتهم، لأنه يتحدانا أن نأتي بأمور من كتبهم، لأنه هو أصلا يستند لكتبنا لإثبات عقيدته. لهذا في الأخير يعني جوابا على هذا الشخص نقول، يعني بما أنه يعني الموضوع طرح، جوابا على هذا الشخص أقول إن عقيدة تعجز أن تثبت أحقيتها من كتبها لهي عقيدة أحق أن تترك. نعم، تركنا. طيب، إذن دعنا نأتي إلى الأصل الذي لابد أن نستند عليه، سنة وشيعة، وإن كنت أشك في هذا الأمر. يعني فقولهم أو ما قالوه في القرآن الكريم يجعلنا نشك من أننا من الممكن أن نستند حتى على القرآن الكريم للاستدلال. صحيح. فدعنا نتحدث عن أدلة الاثنى عشرية من القرآن، لكن قبل ذلك لابد أن نتحدث عن موقف الاثنى عشرية من القرآن. والله يعني شوف أنا يعني ممكن أيهما أسبق أستأذن منك، لكن أبدأ بالأدلة. نعم. والرد عليها. تفضل. ثم موقفهم من القرآن الكريم. تفضل. أولا بالنسبة للأدلة، يستدلون بالآية 55 من سورة المائدة في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية يقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب عندما تصدق بخاتمه لفقير وهو راكع في الصلاة. نعم. نقول يعني ردا على هذا رد مختصر. أنا أستأذنك. نعم تفضل. يعني نشوق المشاهدين وننتظر بالرد على هذا الدليل النقلي الذي يستندون عليه. نحن نقر بأن هذه الآية في كتاب الله. نعم. ونقر بأن القرآن قطعي الثبوت. نعم. ولكن الدلالة سنختلف معهم فيها. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود إلى إخواننا نستكمل هذا اللقاء الماتع في منهاج السنة، فكونوا معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سنناقش هذا الدليل الذي أقررنا قبل الفاصل بأنه آية صحيحة في كتاب الله، إنما وليكم الله. هي الآية 55 من سورة المائدة، يقولون أنها نزلت في علي بن أبي طالب عندما تصدق بالخاتم. هذا بالنسبة للدليل. وجه الدلالة يقولون إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا دليل على أن علي بن أبي طالب هو المقصود وهو الوالي وهو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الرد من وجوه. أولا أنه لم يثبت أن علي بن أبي طالب تصدق بالخاتم، هذه قصة الخاتم مكذوبة. والآية لم تنزل في علي بن أبي طالب، بل نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه ورحمه عندما تبرأ من حلف اليهود. طيب، والدليل هذا والذي يثبت ادعاءنا هو السياق الآيات التي قبل والتي بعد. على سبيل المثال الآية التي بعدها في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى، وليس ومن يولي، ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. طيب، الآن بالرجوع إلى أيضا إلى الآية إنما وليكم، فالولاية هنا في الكلمة هنا المقصودة هي الولاية، بينما التي يستدل بها الاثنى عشرية هي الولاية، وهي غير المقصودة في الآية. لأن هناك فرق في لغة العرب بين الولاية بفتح الواو والولاية بكسر الواو، يعني بين الولي والوالي. نعم. والمولى. نعم. فالولاية بكسر الواو هي من الإمارة، بينما الولاية بفتح الواو هي من المحبة والنصر. على سبيل المثال نقول هنا بما أننا في مصر نقول أن المصريين يوالون بعضهم بعضا. لكن المصريين من يولون؟ من هو والي مصر؟ هو الرئيس مبارك، حسني مبارك. نفس الشيء في الجزائر يولون بعضهم بعض. الرئيس بوتفليقة. الوالي. لهذا يعني تلاحظ أن هناك فرق بين الولاية والولاية. نحن نوالي بعضنا بعض، لكن نولي بعضنا بعض، لكن نولي نولي ولي. نولي ولي، صح. والية. نعم. لهذا يعني بين الآية في المقصود في الآية هو في قول يعني في قول هو الولاية بفتح الواو من المحبة والنصرة، وليست الولاية، وهذا ما ذكره علماء أهل السنة والجماعة. فهناك فرق بين الولاية بين الولاية والولاية. طيب، ولا نطيل في هذه الآية. من يريد إن شاء الله تعالى بالنسبة لأدلتهم من القرآن والسنة رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. في الجزء السابع. يعني بعد أن ننتهي من الآية سأسألك سؤالا عن شيخ الإسلام، لكن دعنا نكمل ما نحن بصدد. طيب، سنرجع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، وهذا يعني ليس يعني أيضا هناك من رد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية. على سبيل المثال الرازي في تفسيره كان قبل شيخ الإسلام، ورد أيضا القرطبي أيضا. طيب، وغيرهم. يعني أن بالنسبة لهؤلاء الذين قرأت لهم ممكن أكيد هناك غيرهم من الذين ردوا، حتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن كثير رحمه الله. ننتقل الآن إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني في قوله تعالى، هي الآية 67 من سورة المائدة، في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية يقولون أنها نزلت في غدير خم. بعد نزول هذه الآية مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم ولي من ولاه وعدي من عداه، إلى آخر الحديث، إلى آخر الإضافات التي لا تثبت. إلى آخر الإضافات، صحيح، التي لا تثبت. نعم. لأن هناك يعني الحديث أصل الحديث يصح، بينما إضافات هناك إضافات لا تصح. قالوا أن هذه الآية دليل على إمامة علي بن أبي طالب. يا أيها الرسول بلغ. التبليغ ما هو الإمامة. نقول أولا أن هذه الآية لم تنزل هنا، لم تنزل في الإمام في غدير خم. بل قبل. يعني والغدير خم هي يعني بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع يوم 18 بالضبط. 18 يوم. نعم. نعم، ب18 يوم. نعم، لا ليس ب18، ب8 أيام. ب8 أيام. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني توقف في مكان
قال لأنه كان خلاف بين علي بن أبي طالب وبعض الصحابة. نعم. فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا من الولاية، من نعم. الولاية وليس من الولاية كما ذكرنا في الآية السابقة. نعم. لهذا فوجه استدلالهم بهذه الآية باطل. أولا لأن هذا الحديث لم يصح ولم تنزل في علي بن أبي طالب، الآية لم تنزل في علي بن أبي طالب. هذا ليس طعنا في علي بن أبي طالب، لأننا نحن أمة الدليل، نحن لا يهمنا من قال، بل يهمنا ماذا قال. ماذا قال. يهمنا نحن، يهمنا الدليل. لو ثبت الدليل أن علي بن أبي طالب منصب من عند الله لقلنا أنه منصب من عند الله دون أي إشكال. نحن نتعبد الله عز وجل بما شرع الله عز وجل لنا، لا بما شرع لنا القمي، ولا بما شرع لنا غيره. نعم. بما شرع الله عز وجل. نقول أن الآية ليست في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ثم في قولهم يا أيها الرسول بلغ، في قوله تعالى في وجه استدلالهم أقصد. نعم. يا رسول بلغ. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ في الإمامة، فهذا دليل على اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. نرجع آية أخرى يستدلون بها في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. الآية الثالثة من سورة المائدة. هذه الآية أيضا يستدلون بها ويقول أنها نزلت أيضا في غدير خم، وهذا بعدما النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال من كنت مولى فعلي مولاه، بعد التنصيب نزلت هذه الآية. نعم. نقول هذا من الكذب، ذلك أن هذه الآية نزلت 8 أيام قبل هذا التاريخ. نعم. نزلت في وقفة عرفة. نعم. وهذا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والحديث في صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 16، وأيضا في صحيح مسلم الجزء الثامن صفحة 338 لما قال له اليهودي. نعم، لما قال له اليهودي لا يعني لو كان عندنا آية مثل هذه لجعلناها عيدا. نعم. نعم. ضف إلى هذا يعني فالآية لم تنزل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. نختم بهذه الآية وهي آية مهمة جدا. هم يستدلون بجزء من آية 33 من سورة الأحزاب في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. هذه الآية يقولون أنه بعد نزول هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وعلي والحسن والحسين، والحديث في صحيح مسلم. نعم الحديث هذا صحيح. نعم. يعني على خلاف الحديث الأخرى هذا الحديث يصح، لكن نعم. النزاع ليس في الدليل بل في وجه الدلالة. نعم. نعم. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من رواية أم المؤمنين عائشة عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم وجعلهم تحت كسائه وقال اللهم هؤلاء البيت لما فذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. الآن هذا الحديث يستدلون به على أنه يعني هم يقولون أن الآية نزلت فيهم وأنه دليل على عصمتهم، لأن الله عز وجل قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نقول أولا أنه لا نزاع، نحن لا ننازع في حديث الكساء، فهذا ثابت، وقد روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وروته أم المؤمنين سلمة رضي الله عنها. نعم. ننازع في وجه الدلالة. أولا بالنسبة للآية هم يذكرون جزء من الآية ولكن الآية كاملة في قوله تعالى الآية 33 من سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. هم يستقطعون جزء من الآية. فالآيات 30 الخطاب لنساء النبي. نشوفوا نحن الآن نشوف 30 ولبنات النبي ولبنات المسلمين. نعم. لا ليس لبنات النبي فقط حينما نساء النبي. شوف الخطاب من الآية 30 إلى الآية السابقة. نعم. 30 31 32 33 34 كلها كانت لنساء النبي. نعم. هم يقولون جزء من الآية 33 جزء نعم. من 33 ليس نساء النبي. عجيب. يعني نقرأ الآية وفي السياق. نعم في السياق. إنما يعني لما نقرأ 33 وقرنا في بيوتكن وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خطاب كله نساء النبي. هم يقولون لماذا تغير يعني الضمير من نون النسوة إلى ميم الجمع إلى ميم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع نسائه في التطهير. ضف إلى هذا أنه خلينا نحسبها عملية يعني منطقية بكل بساطة. ما هو سبب نزول الآية؟ ما هو سبب نزول الآية؟ نعم. على حسب فهمك أنت الأستاذ أسامة، ما هو سبب نزول الآية؟ هذا أمر لنساء النبي. نسلم أنه مثل ما قال الشيعة أنها نزلت
سبب نزولهم أهل الكساء. نعم. لكن سؤال آخر، ألا ترى أخي الكريم أستاذنا أسامة أن سبب النزول يسبق الآية ولا يأتي بعد الآية؟ نعم. بينما الحديث هنا أتى بعد الآية، يعني نزلت الآية بعدها النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحت كسائه علي فاطمة الحسن والحسين ودعا لهم. نعم. هذا الدليل على أنهم ليسوا سبب النزول. نعم. لأنه سبب النزول يكون بعد الآية ليس قبل الآية. نعم. طيب ما هو سبب النزول؟ نسألهم سبب النزول، لأنه بما أنه هؤلاء ليسوا سبب النزول، لأن دعاء النبي أتى بعد الآية ليس قبل الآية، فما هو سبب النزول؟ سبب النزول هو نساء النبي، وهذا لا ينازع فيه رجلان ولا يتناطح فيه تيسان. لماذا؟ ضف إلى هذا دليل آخر على أن الكساء ليسوا سبب النزول، وهناك من يذهب إلى أنهم أصلا لم يدخلوا في الآية، على فرض أن قوله إنما وليكم الله ورسوله الذين استغفر الله، على فرض أن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أنها في أهل الكساء. الله عز وجل أذهب عنهم رجس، فما حاجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إذن اسمح لي جزئية فقط. إذن هنا نستكشف أنه أهل الكساء أصلا لم يدخلوا في الآية، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الآية هو مزيد خير. مزيد خير. نعم. يعني لا يتنافى الأمر. دعني أتحدث باللسان الشيعي. لا شوف أوضح لك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، فإن كانت الآية طهارتهم فما حاجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يصير تحصيل حاصل. فهذا دليل حديث الكساء دليل على أنهم أصلا لم يدخلوا. أولا هم ليسوا سبب النزول. نعم. لأن الدعاء كان بعد الآية وليس قبل الآية. ثانيا أنهم أصلا لم يدخلوا. لماذا؟ لأنه الآية نزلت، يعني لو كانت الآية طهارتهم فما حاجة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الآية لم تطهرهم، وأنها كانت في نساء النبي خاصة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم في التطهير، لكن الذي أدخلهم في التطهير ليس بالآية بل بالحديث بدعائه. لهذا فالتطهير من شمل؟ التطهير شمل نساء النبي بنص الآية، وشمل أهل الكساء بنص الحديث. نعم. الأمر واضح. نعم. ولكن هل عجز رب العالمين أن يأتي بآية يعني فيها اسم علي من 3 حروف، العين واللام والياء؟ صح. سؤال جيد. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخشى أحدا أن يأتي بلفظ سليم صحيح منضبط ويقول هذا علي أوليه من بعدي؟ سؤال جميل. شوف أخي الكريم، نوضح أمر مهم جدا، وهو أن الإمامية، يعني لا نقول 12 لأن 12 ضمن الإمامية. الإمامية يدعون النص الجلي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في الآية التي ذكرنا لا يوجد نص جلي، بل أصلا لا يوجد نص. يعني لا يوجد نص، فما بالك بالنص الجلي؟ لا يوجد أصلا نص. نعم. لا جلي ولا خفي ولا غيره. بل أن عمدتهم في الأدلة هي أحاديث وليست الآية. لماذا؟ على سبيل المثال لو نأتي إلى الآية الأولى في قوله إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هي الآية 55 من سورة المائدة، يقولون أن الدليل هو التصدق عليه بالخاتم. إذن الدليل ما هو؟ ليس الآية بل الحديث. نعم. الآية الآية التي بعدها في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قالوا أنها نزلت في غدير خم. إذن الدليل ما هو؟ غدير خم والحديث. ليس الآية. الثالثة في قوله تعالى ذكرني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الخامسة من سورة الثالثة من سورة المائدة. هذه الآية أيضا يقولون أنها نزلت بعد غدير خم. إذن هنا أيضا الدليل ما هو؟ الحديث وليس الآية. نعم. نرجع أيضا لحديث للآية 33 من سورة الأحزاب في قوله تعالى، أو للجزء الذي يستدلون به في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا لا نوجد ذكر لا لعلي ولا لفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عنهم أجمعين. صحيح على عظم شأنهم، لكن لا نفتري على الله عز وجل الكذب. لهذا فقولهم أن الإمامة هي نص إلهي هذه جرأة على الله عز وجل، كذب على الله عز وجل. يعني المفروض أنهم يتقون الله. يعني نحن الآن لسنا في صراع ديكا أو حوار بيزنطي، لا. الأمر يتعلق بالدليل. ثبت الدليل، اللهم بارك، هذا الدليل. لم يثبت الدليل، لأن يعني هو تقول على الله عز وجل أن الإمامة من عند الله عز وجل، وأن الإمامة هي نص إلهي. لا يوجد أصلا نص، فما بالك بالنص الإلهي. نعم. هذا ما تقوله أنت. نعم.
ولكن لا أسف ليس ما أقوله أنا. الدليل، ما عندهم دليل. نعم، هذا ما يعني يقوله القرآن الكريم. نعم، يعني هذا ما يقوله الدليل وما يقوله القرآن الكريم. نعم. قطعي الثبوت عندنا. لا. ولكن يعني اسمح لي حتى أكمل الفكرة يعني. طيب. أما وصلك أن هناك من محى من آية من الآيات الثلاث التي قرأتها ولاية علي؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في ولاية علي. نعم. طيب، يبقى إذن هذا نص جلي عند بعضهم الذي يقول بأن القرآن حرف. شوف أوضح لك يعني الكلام الذي يتكلم فيه الآن. شوف تسلسل الأحداث، لأن الأمر يعني قولهم بالتحريف لم يكن يعني هناك يعني كانوا نايمين صباح قاموا من النوم قالوا القرآن محرف، لا، بل هناك سبب. السبب أنهم عندما لم يجدوا دليل في كتاب الله عز وجل على إمامة علي بن أبي طالب التي أصلا اعتقدوها، لأنه شوف هم اعتقدوا أن علي إمام ومنصب من عند الله ثم بحثوا عن الدليل، لم يجدوا الدليل. إذن لم يقولوا أن عقيدة الإمامية باطلة، بل قالوا أن القرآن محرف. لم يطعنوا في دينهم، بل طعنوا في دين الله. هذا ما أردت أن أذهب إليه. نعم. ما هي عقيدتهم في القرآن الكريم؟ للأسف شديد أنهم يعتقدون أن للإنصاف، أهل السنة والجماعة معروفين بالإنصاف. نحن لا نجاري الناس في الكذب، إن كانوا يكذبون علينا فنحن لله الحمد لسنا بحاجة للكذب. نحن لله الحمد ربانا علماؤنا على الصدق، ربانا علماؤنا على الصدق، لهذا نحن سنصدق فيما نقوله عنهم. للأسف الشديد أن بعض علمائهم، لا نقول الكل، بل الأغلبية من علمائهم قالوا بالتحريف. قالوا بالتحريف. نعم. طيب، هذا ادعاء، والادعاء ماذا يحتاج له؟ دليل. نعم. جميل جدا. لو نرجع على سبيل المثال إلى كتاب تفسير القمي. تفسير القمي علي بن إبراهيم، لعلي بن إبراهيم القمي. وهذا أيضا فيه نزاع سنذكره في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. لأنه الحلقة القادمة سنخصصها للحديث والحلقة للقرآن الكريم. نعم. علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير يقول في مقدمة التفسير أمر خطير جدا. نعم. يقول، يعني هذا كلامه عن القرآن الكريم. ماذا يقول؟ يقول في القرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه. نعم. ومنه علم ومنه عام ومنه خاص ومنه تقديم ومنه تأخير ومنه منقطع ومنه معطوف. نعم. ومنه حرف مكان حرف ومنه على خلاف ما أنزل الله. ما أنزل الله. نعم. يعني إيه خلاف ما أنزل الله؟ يعني أن الصحابة لا نتقول عليه ابن إبراهيم القمي، نخليه هو يجيب نعم. في الصفحات بعد ذلك. نعم. هو يجيب على هذا السؤال. هات الإجابة. يعني كأنه سبحان الله، يعني كأنه علم بسؤالك. نعم. يجيب علي بن إبراهيم القمي دائما في تفسيره الآن صفحة 23. نعم. يقول، يعني احنا بنكمل سياق حديثه. يقول يعني وأما لفظه. نعم. لا. وأما لا. نعم. هذا هو اللفظ. نعم. يقول وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله على خلاف ما أنزل الله فهو قولهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين بن علي عليهما السلام. فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. نعم. حرف القرآن الكريم. رجل يعتقد بالتحريف. علي بن إبراهيم القمي يعتقد بالتحريف. نعم. لا. شوف احنا في الأول لعله رأي فرد يعني. لا لحظة، شوف احنا في الأول ماذا قلنا؟ قلنا ادعاء، وهذا الادعاء قابله دليل. الآن نحن قلنا أنه يعتقد بالتحريف. هذا أيضا يلزم له الدليل. هذا هو الدليل. يقول
سماحة آية الله الإمام السيد العلامة الفاني الأصفهاني في كتابه آراء حول القرآن الكريم دار الهادي. هذا الرجل له موقف، نعم، يعني يذكر ما قاله علماؤهم في القرآن الكريم. نعم. فيقول صاحبنا هذا، أعتقد أنه معاصر، نعم، يقول يعني لأنه ليس من علمائهم المشهورين، يقول: السؤال الخامس. هذا سؤال وجه إليه. سؤال وجه إليه. نعم. من هم القائلون بالتحريف وما هي أدلتهم؟ نعم. ماذا يقول؟ يقول: والجواب أن جماعة من المحدثين وحفظة الأخبار استظهروا التحريف بالنقيصة من الأخبار، ولذلك ذهبوا إلى التحريف بالنقصان. إلى التحريف بالنقصان. ليس لا يقولون بالزيادة، يقولون بالنقصان. نعم. أن هناك آيات ذهبت وليس أن هناك آيات زيادة. نعم. وأولهم فيما أعلم علي بن إبراهيم في تفسيره. نعم. شهد شاهد من أهله. نعم. ماذا يقال؟ والاعتراف سيد الأدلة. سيد الأدلة. نعم. لهذا نحن يعني قبل ما ندخل في آراء العلماء الآخرين، نحن عندما نقول أنهم قالوا بالتحريف عياذا بالله، فهذا لم يأتي من فراغ، أثبتنا ذلك ثم علماءهم أقروا بذلك. نعم. يعني نحن بل شوف أوضح لك شيء، أنه لا يوجد ما عدا الاثنى عشرية من قال بالتحريف، والدليل ما هو؟ هو الاعتراف. نعم. شوف، ممكن يأتون بأمور يظهر منها أنها تحريف حسب ما يعتقدون وحسب ما يحاولون أن يوهموا الناس، لكن هناك قاعدة معروفة، ما هي؟ هو لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب. نعم. نحن لهذا عندما أتينا لكلام علي بن إبراهيم القمي لم نفهمه برأينا بل برأي علمائهم. لهذا إنهم إن كانوا يعتقدون أن السنة والجماعة قالوا بالتحريف عياذا بالله تعالى الله علوا كبيرا، فليأتون بعلمائنا من قال، يعني عالم واحد يقول بالتحريف ثم يأتي عالم ثاني ويعترف على صاحبه، لأنه نحن نقدنا فقط بدون تكلف. ولكن ما فعله القمي هو اجتهاد. نعم، اجتهاد خرج به من هذا قولهم. لا شوف، يعني لا أقول بقولي، ولكن هذا قولهم. نعم. نعم، اجتهاد. هم يقولون أنه اجتهاد. طيب، جميل جدا. ما هم الثقلين عندهم؟ ما هما؟ الكتاب والعترة. نعم. وهذا مخالف، لأن الثقلين هم الكتاب والسنة. نعم. طيب، وسممكن سنأتي إلى هذا، يعني نبين بأدلة قاطعة لا تقبل الشك، عقلية ونقلية. حتى وإن أقررنا أن الثقلين نعم هما الكتاب والعترة، نعم، فهذا لا يلزمنا بأن يكون هناك لا يلزمنا. بل عقلا ونقلا أن الثقلين هم الكتاب والسنة، عقلا ونقلا، لا أقول فقط عقلا ولا أقول فقط نقلا، عقلا ونقلا. ولكن حتى إذا توقفنا عند النص، تنزلا. حتى إذا توقفنا عند النص، نعم. إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. نعم. الأول وهو الأكبر كتاب الله وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي في أهل بيتي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في أهل بيتي، والحديث في صحيح مسلم. نعم. من رواية زيد بن الأرقم. نعم. الآن عند الثقل الأكبر عندهم هو القرآن. نعم. الثقل الأصغر هو العترة. نعم. لكن حقيقة الثقل الأصغر هو السنة. نعم. بل يعني أنا طلبتهم للحوار عدة أشهر ولا واحد قبل الحوار في هذا الموضوع. والآن يعني أي واحد يقبل الموضوع أنا موافق. نتحاور في هما الثقلين، إن أرادوا أن نتحاور في أدلة عقلية نقلية أو نتحاور في أدلة عقلية دون نقلية أو نقلية دون عقلية، أنا موافق. نعم. الآن هم يقولون الثقلين الكتاب والعترة. سؤال: من يطعن في العترة ما هو حكمه؟ من يطعن في أحد من الأئمة الاثنى عشر في صدقه؟ عندنا أم عندهم؟ عندهم في صدقه كافر. نعم. جميل جدا. من حارب إمام فقد كفر. من خالف، يعني من اتهم إمام بالكذب كفر. إذن الذي يكذب الثقة الأصغر كافر، الذي يكذب الثقة الأكبر من باب أولى فهو أكفر. نعم. لكن عندهم العكس. مجتهد. اجتهد وأخطأ، يا مصيبة المصايب. اجتهد في بيتهم ما اجتهد في كتاب الله عز وجل. نعم. اجتهد في أي شيء ثاني ليس كتاب الله عز وجل. يعني فالقول بالتحريف تكذيب لله عز وجل، هذا أكيد يستلزم الكفر. إن لم يكن هذا كفر فأين الكفر؟ نعم. نعم. الطاعن في الثقل الأكبر
اجتهد وأخطأ، بينما الطاعن في الثقل الأصغر كافر. عجيب عجيب عجيب. طيب نكمل إن شاء الله في نفس السياق. نعم، العلماء. نعم، آراء العلماء. نعم، آراء علمائهم الذين قالوا نعم. بالتحريف عياذا بالله. قلنا علي بن إبراهيم القمي، أيضا العياشي في تفسيره. نعم، تفسير العياشي. نعم، العياشي توفي يعني قبل علي بن إبراهيم القمي. نعم. العياشي 310، هذا 329. نعم. يقول عن أسباط بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خلق أعظم من جبريل وميكائيل مع الأئمة يفهمهم وهو الملكوت. نعم، هذا اسم الباب أعتقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزل جبريل بهذه الآية فقال. نعم، فأبى، اسمع جيدا، فأبى أكثر الناس ولاية علي إلا كفورة. غيروا في كتاب الله عز وجل. نعم، غيروا في كتاب الله. وهذا يعني الرواية رقم 166 في كتاب تفسير العياشي. نعم، نعم، وهو محمد بن مسعود العياشي. نعم. أيضا نبقى في العياشي. ننتقل لواحد آخر، عبد الله شبر. نعم. في كتابه مصباح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، هذا هو. نعم، هذا هو الكتاب، المتوفى سنة 1342، الجزء الثاني صفحة 295. ماذا يقول؟ يقول عبد الله شبر، هذا آخر من علمائه. نعم، ويمكن نعم. هذا هو النص. ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها من خير أو شر. ويمكن رفع التنافي بالنسبة إلى الأول بأن القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما في أيدينا اليوم. أكثر. إذن هذا القرآن ناقص. هم يعتقدون تحريف النقصان، ليس تحريف زيادة عياذا بالله. نعم. هذا من عبد الله شبر. نعم. إذن أمامنا دقيقتان نجمل فيهما القول، وأحسب أننا لم ننهي الفكرة. نعم. فسنبدأ بها بإذن الله تعالى في حلقاتنا القادمة، أو نجمل. نعم، نجمل. نعم. اختصار، نحن عندما نقول أنهم قالوا بالتحريف، هذا الأمر لا يفرحنا بل يدمي القلب. نعم. والله يدمي القلب إخواني الشيعة أن تأخذوا دينكم عن ناس قالوا بالتحريف، عن ناس لا يعتقدون بحجة كتاب الله عز وجل. هذا الأمر لا يفرحنا، لكن نفضح المجرمين. هذا مجرم، علي بن إبراهيم القمي مجرم قال بالتحريف. نعم. ثم بارك الله فيك أخي الكريم، الأمر الذي يجب أن يعرفه الجميع أننا يعني حتى نخرج يعني، لأنه صراحة هم عندما يفلسون يدخلك في صراع الدياكوفي، يعني أمر أقل من الحوار العلمي، ويعني يقول لك أنتم قلتم ونحن قلنا. لا، الأمر اعتراف. حتى الفيض الكاشاني يعترف بذلك. نعم. يعترف على علمائهم. في الآخر نسأل الله العظيم لنا ولهم الهداية، وليعلم الشيعة أن الأمر ليس شخصي، أن الأمر ليس بغض فلان أو علتان، الأمر عقيدة، الأمر دين، الأمر أن هناك من علمائكم من قال أن القرآن محرف عياذا بالله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. نكمل إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. شكر الله لكم إخواني في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. غير محرف لما دفع أحد، حتى عالمهم هذا